السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. اهلا بكم على قناة لمياء شلتوت. احنا النهاردة هنكمل فيديو لسنة اولى ابتدائي، منهج جديد، منهج كونكت 2023. شغالين في الوحدة 16، اخدنا فيها الدرس الاول والتاني، والنهاردة هناخد الليسن 3 الدرس التالت، وده اللي بيتكلم فيه عن التايم وازاي اخلي ابني او بنتي يعرف يقول الوقت بالانجلش. الموضوع سهل وبسيط خالص. اول حاجه هنفهمه ان الساعه دي حاجه غير عاقل، ما عندهاش عقل، ما بتذاكرش، ما بتروحش المدرسه. فانا لازم اقول عليها اي حاجه ما عندهاش عقل او ما بتذاكرش زيي اقول عليها it is. فانا لما اجي اقول الوقت لازم اول حاجه اقول it is، وممكن اختصرها واقول it's. الساعة عندها كام ايد؟ الساعة عندها ايدين اتنين. انا بحب الايد الايه؟ بحب الايد الصغيرة، عشان كده انا بكتب الايد الصغيرة. الايد الصغيرة عندي ايه؟ عندي 7، فانا هكتب 7. 7 ايه؟ 7 o'clock يعني بالظبط. لما يكون الايد الكبيرة قوي طالعة عند 12، عند 12 تبقى الساعة بالظبط 2 بالظبط، 3 بالظبط، 4 بالظبط. تعالى بقى نشوف كده هنعملها ازاي. اول حاجة هو جايب لي ساعة، هعمل ايه؟ اول حاجة اكتب it's. وبعد كده اسأل نفسي ايه الايد الصغننة اللي انا بحبها؟ عند انه رقم؟ عندي 7، اكتب 7. ولازم اكون حافظة الحروف بتاعة الارقام، يعني 7 SEVEN او انطقها. ولو في رقم فيه حروف سايلنت احفظ الحروف. يبقى it's 7. الايد الكبيرة عند ايه؟ عند 12 بالظبط، عند 12 يبقى o'clock، يبقى اسمها o'clock. واتفقنا نقسم كلمة o'clock كده. أوك، ادي كده أوك. لو ايه بقى؟ لوك. وقلنا ان السي كي الاتنين دول بننطقهم ك، دي بنطقها ك، دي بنطقها ك. ما ينفعش اقول ك ك ك ك ك ك غلط، لا انطقها حرف واحد وهو ك، يبقى أوك لوك. الساعة التانية اقول ايدس في الاول عشان دي حاجة غير عاقل. يلا مين يقول قبلي؟ الايد الصغيرة عند 9، حروف 9 ايه؟ NINE. وبعد كده الايد الكبيرة عند 12، يعني الساعة بالظبط يعني اوك ايه؟ o'clock. الصورة التالتة الساعة كام؟ الساعة 12 بالظبط. ساعة يا اتس عشان هي حاجة غير عاقل، 12 يعني 12 ايه؟ 12 وبالظبط او تماما اسمها اوك ايه؟ o'clock. الساعة رقم 4. يلا نشوف حد يقول معايا يلا. الساعة غير عاقل فاكتب في الاول اتس. الايد الصغيرة عندي 2، اكتب 2، حروف 2 ايه؟ TWO. طب الساعة 2 ايه؟ 2 بالظبط تماما اسمها o'clock. الساعة نمبر 5 اخبيها بقى وانت قولها الاول. نقول ايه؟ it's 11. الايد الصغيرة عند 11 o'clock. اهي ساعة بسيطة وجميلة جدا. يلا بعد كده بيعلمني ازاي اطلب من حد الوقت او ازاي اسأل عن الوقت. ما الوقت؟ احنا خدنا ما او ماذا اسمها ايه؟ اسمها و. الدبليو تقول للاتش اسكتي، فمش هنطق الاتش ساوند، فهقول واتس. الابوستروفي اس دي اللي هي از، انا ممكن اقول وات از وممكن اقول واتس ذا تايم. للسؤال عن الوقت what's the time. الساعة كام أو الوقت كام دلوقتي؟ هيرد عليا لازم في الأول يقول لي it's، لأن الساعة غير عاقل تاخد it is أو it's ويقول لي الرقم. احنا اتفقنا ان الساعة هنا كام؟ it's 3. الايد الصغيرة عند 3 o'clock. it's 3 o'clock. بص هنا قال ايه؟ سأل وقال what's the time، فقال له it's 3 o'clock. في كمان ساعة ديجيتال رقمية، ودي أسهل بكتير. ليه؟ ببص على احنا انجلش ولا عربيك؟ احنا انجلش، فاحنا بنبدأ من الشمال، فهقول it's 12 o'clock يعني بالظبط. هنا عندي activity بيقول لي ايه؟ جايب لي رقم وبيقول لي ارسم. فانا عندي هنا 7 o'clock.
فين ايدي الصغيرة واديها عند السفن، انا عايزة السفن، ارسم ايد صغنونة راح عند السفن. It's 10 o'clock، هعمل معاك دي كمان 10 هرسم الايد الصغنونة راح عند 10. الاتنين دول بقى تعملهم لوحدك 5 o'clock 11 o'clock. ده كان عن الساعة. بعد كده دخل في درس الفونكس واللي انا بحبه جدا الصوتيات، عشان بتعلم اولادنا ازاي ينطقوا الكلام صح وما يحتاجوش ان هم يحفظوا كتير. حرف السي بننطقه ك ك ك ك. يلا ننطق كده ك ك. الكلمة دي فيها تو ك ك ك. كلوك كلو كلوك 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 ساعة كلوك ساعة كلوك ساعة كلوك. الطاقية اللي بحطها على راسي اسمها ايه؟ ك ك ك كا كاب كاب كاب. ده كان حرف الك. وخلي بالنا عندنا في الانجليش كام ك؟ عندنا 3 ك. دي ك ودي كمان بننطقها ك، وحرف كيو كمان بننطقه ك، يبقى ك ك ك ك ك ك ك ك. حرف البي اللي دايره من فوق اللي هو بي فور بن بننطقها ب، واخرج فيها هوا، احط ايدي عند بقي او اجيب ورقه واخرج هوا ب ب ب. فهنا هقول خريطه يعني ايه؟ ماب ماب. الاهرامات اسمها ايه؟ استهجى معايا بي 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 را بيراميد بيراميد. وعشان هما كتير احط لها في الاخر اس الجمع تبقى بيراميدز بيراميدز. بعد كده عندي الساوند بتاع حرف اللي بنسميه حرف بتاع البقرة. بتعمل ازاي؟ المتحف بسميه ميو ميو ميوز، يبقى حرف الاس هنا عامل فيها ز. ميوزيوم 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 ميوزيوم. الراجل رجل يعني مان، يبقى حرف الام بننطقه حرف الان بننطقه نيزل، بيجي كده يعني تحس ان انت من الانف والزور مع بعض يبقى رقم 9 اسمه ناين. طبعا الاي في الاخر لا تنطق. ناين. ايه الصندوق بتاع القمامة اسمه بين. بعد كده هو عطيني هنا activity ان انا الكلمة ملخبطها، وعطيني picture الصورة اظبطها. دي صورة ايه؟ بين. خريطة يعني ايه؟ ماب. اظبط بقى اب، اظبط الكلمة عشان هو ملخبطها لي. ماب. دي صورة ايه؟ كاب. رجل يعني ايه؟ مان. بعد كده انا عندي هنا الرايتنج كورنر الجزء الخاص بالكتابة. الاصوات اللي عندي هنا هي ك ك ك ب ب ب. واعطيني هنا كده اعمل تريسنج امشي عليها عشان اتعود ان انا اكتب الحروف دي وانطقها وانا بكتبها. الاكتيفيتي اللي على الدرس الثالث هي عبارة عن سيركل، اقرأ الكلمة واعمل دايرة عليها، كلمات مش اكتر. هنا بقرأ الجملة واشوف مين الصح. الساعة هنا كام؟ 3 بالظبط، فاقول it's 3 o'clock، يبقى دي الصح، اعمل عليها تيك. الرقم ده كام؟ اشوف واعمل تيك. بعد كده اعطيني اكمل الكلمة، اشوف الحرف الناقص. التمرين اللي بعديه بيسألني عن الوقت، بيقول لي what is the time، الساعة كام او الوقت كام. ابدأ انا اشوف العقرب الصغير عند الرقم كام واكتب الرقم. هنا بوصل الكلمة بالصورة بتاعتها. نقلب الصفحة ونشوف ايه التمرين اللي بعد كده. الدرس الرابع lesson 4 ده بقى مش هنشرحه طبعا المرة دي. الحصة الجاية ان شاء الله اشوفكم على خير في الدرس الرابع ومراجعة كاملة على وحدة 16. باي.